تعالَ أورّيك في اللعبة دي الانهزامية ومدى السوء اللي فيه لعيبة الأهلي. تعالَ اتفرّج على نُص ملعب النادي الأهلي أصلًا واقف إزاي، والراجل رقم 6 ده بتاع طلائع الجيش واقف لوحده تمامًا براحته بيعمل اللي هو عايزه. بُص، ما فيش حد بيضغط عليه، ولا مروان عطية مرحّل في مكانه، ولا إمام عاشور راجع بيضغط ولا أي حاجة. وحتى لمّا الكورة اتلعبت له مروان عطية ابتدى يجري عليه. بس تعالَ اتفرّج على الباشا البيه اللي مش عاجبه الملايين اللي هو بياخدها، فعايز ملايين زيادة شوية عشان هو نجم. إمام عاشور هيعمل إيه في الكورة دي؟ إمام عاشور للأسف خذلني الفترة الأخيرة. الراجل برضه راجع بيتمشى، وقف ولا أي حاجة، عادي اجري يا مارو أنت. فمارو جري ورجع. بس الحمد لله إن لعيب طلائع الجيش ما عندوش المهارة اللي تأهله إن يلعب الكورة دي، سواء الجناح الشمال أو للمهاجم. فالحمد لله الكورة طلعت بالشكل السيء ده. وهل بقى، تعالَ اتفرّج بقى، واقفين بيتخانقوا في نُص الهجمة، يعني الهجمة لسه ما خلصتش والبشوات الاتنين واقفين بيتخانقوا، بيقول له: "أنت اللي ترجع، لأ أنت اللي ترجع، لا يا عم أنت بتاخد أنت زيادة، أنت اللي ترجع، لأ أنت اللي بتاخد فلوس زيادة، أنت اللي ترجع." بيتخانقوا مين اللي يرجع في الكورة دي ومين بياخد فلوس زيادة. والحمد لله الكورة عدّت على خير وخلصت بسبب قلة مهارة لعيبة طلائع الجيش. فيسكتوا؟ لأ، إحنا هنكمّل خناقة برضه. يا ترى مين اللي بياخد أكتر، مروان عطية والّا إمام عاشور؟ فاللي بياخد أكتر المفروض هو اللي يرجع يغطي ويقطع الكورة دي. بس أصلًا الأصح إن الاتنين واقفين غلط، والأصح إن مروان عطية مرحّل بطريقة غريبة، وإمام عاشور المفروض يرجع يدافع مع اللاعب رقم 6 بتاع طلائع الجيش. ولكن للأسف ولا أي حاجة من دي حصلت، وما حصلش أي حاجة غير إن هم حرقوا دمنا وهم بيتخانقوا مين بياخد أكتر.